السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هقول لكم على وصفة هايلة. لو انت عندك فراغات في شعرك او عايزة شعرك ما بيطولش وعايزاه يطول، هقولك على وصفة بجد 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 تستاهل التجربة. الزيت اللي انا عاملاه دوت، انا بعد ما عملته قلت لازم انزل لكم الوصفة، لان بجد هو امكانياته حلوة جدا وبيساعد قوي في تطويل الشعر وملي الفراغات، والكلام دوت عن تجربة. في ناس جربوه عملوه وجربوه ونفع جدا 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 معاهم، وانا قلت لازم اجربه معاكم واقول لكم الطريقة بتاعته، لان بجد الكل هيستفاد منه. الزيت بتاعنا هو كده هوت لسه، انا لسه عاملاه حالا دلوقتي، بس قلت لازم انزله لكم. انا كنت الاول هعينه 15 يوم وبعد كده هقول لكم عليه، لكن انا قلت لا، كلنا نعمله مع بعض ونعينه ال 15 يوم في مكان ضلمه وبعد كده نستعمله. فقلت عشان الكل يستفاد، وكل اللي عندها بنوته شعرها ما بيطولش بسهوله، او بقى الواحد كل ما بيكبر شويه الشعر يبقى يضعف ويبقى فيه فراغات وكده، فقلت برضو الكل يستفاد منه. فالزيت بتاعي دوت انا حطيت فيه من كل حاجه 100 جرام يا جماعه. ماشي، الزيوت اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي اكتبوها ووحدوا كل الوزن بتاعها، كلها 100 جرام. اول حاجه حطيت 100 جرام زيت زيتون، و100 جرام جوز هند. وطبعا كل الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي زيوت بيور، مش متضاف لها اي حاجه، تجيبيها من عند معصر الزيوت او من عند عطار كبير. تاخدي من كل حاجه 100 جرام، يعني ما تاخديش حاجات من اللي هي بتتباع مغلفه كده، واللي هي الحاجات اللي هي بتتباع الصغيره دي، لا. روحي عند عطار كبير كده يكون في الشارع الازهر ولا حاجه، او عند معصر الزيوت لو في معصره جنبك، اي معصر الزيت جنبك، روحي عند، ما عندكيش عشان ما تغلبيش روحي عند اي عطار كبير، هتلاقي عنده كل انواع الزيوت دي، وكلها اللي انا عاملاها كلها معصوره على البارد. تمام. فاول حاجه اكتبوا، يا ريت تكتبوا الكلام دوت وانا هكتبه لكم في صندوق الوصف. 100 جرام زيت زيتون، 100 جرام جوز هند، 100 جرام زيت عباد شمس، او اللي هو ايه، يبقى زيت عباد شمس اللي احنا بناكل بيه اي حاجه. 100 جرام برضه يبقى 100 جرام زيت زيتون، 100 جرام عباد شمس، 100 جرام آه جوز هند، 100 جرام زيت شاي، 100 جرام زيت روزماري. تمام. يبقى هما الخمس زيوت نقولهم تاني، وطبعا زي ما قلت لكم 100 جرام من كل حاجه. 100 جرام زيت زيتون، 100 جرام عباد شمس، 100 جرام جوز هند، 100 جرام زيت شاي، 100 جرام زيت روزماري. خلاص، كل الزيوت هحطها على قلب بعضها، وبعد كده هتديني الكميه اللي انتوا شايفينها دي. تمام. اي بقى بطرمان عندك يكون ازاز، ما تحطيش في بلاستيك. اي بطرمان ازاز اغسليه كويس جدا وعقميه بعد كده بميه مغليه. تمام. وبعد كده نشفيه كويس قوي، ميبقاش فيه اي ميه، وبعد كده حطي كل الزيوت جواه. وبعد كده هتحطي بمعلقه اكل زي دي كده، معلقه كبيره. ماشي. هنحط روزماري، طبعا الكل عارف الروزماري اهو. هنحط معلقه كبيره روزماري، هنحطها على الزيت. وبعدين هنحط معلقه كبيره حبه بركه. خلاص. وبعد كده هو التالت حاجه هنحطها برضو معلقه كبيره من القرنفل. تمام اهو، معلقه كبيره من القرنفل. يبقى معلقه روزماري، معلقه حبه بركه، معلقه قرنفل، التلاته هحطهم هنا. وهجيب راس توم، راس توم ما تكونش كبيره، او لو راس توم كبيره تجيبي نص راس. ماشي. لو هنقول بالفصوص حوالي 15 فص توم من الفصوص. بصي الفصوص عندي ما كانتش كبيره، فانتي اعملي حسابك ان الفصوص، بصوا هي قد ايه هنا، اعملي حسابك ان انت هتحطي 15 فص من كده. لو الفصوص كبيره حطي 10 بس. تمام. برضو هتحطيهم على الزيوت. تمام. وهتقلبي كل الزيوت دي ببعضها بالاعشاب اللي احنا حطيناها ديت كده. هيبقى هو ده الشكل بتاع اهو. بصوا الزيت عامل ازاي، هيبقى هو دوت الشكل بتاعه. الزيت دوت مش هستعمله دلوقتي، الزيت دوت انا هحطه في حاجه، هقفله واحطه في حاجه ايه غامقه، يعني اكياس سمراء
ماشي. وبعد كده احطه في حته تكون ضلمه، يعني مثلا هحطه في الدولاب كده لجوه، هحطه في ضرفه مطبخ لجوه، حته ما يكونش ولا داخلها نور ولا شمس ولا اي حاجه. تمام. هعينه 15 يوم، وبعد ال 15 يوم هطلعه، هلاقي التوم دوت تقريبا مهري، وساعات بيبقى مش موجود خالص. ماشي. بعد كده هوت ابدا ان انا ادلك بيه الاماكن اللي هي فيها فراغات، زي بداية الشعر من قدام او الجناب بتاعة الشعر، ساعات بتعمل تقويصة كده هوت والشعر بيسحب على ورا، او ساعات اصلا بتبقى المكان ده مفيهوش ايه شعر، اللي هي جناب الشعر كده من قدام. ماشي. هاخد من الزيت كده هوت وهفضل ادلك كده في اي حتة فيها فراغات. ده الكلام ده بعد 15 يوم مش دلوقتي. كده 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 لغاية لما الاقي المكان احمر، ان شاء الله 10 دقايق ان شاء الله. المهم الاقي المكان احمر وبدأ يحرقني كده، بدأت البصيلة تحس بالزيت وباللي جوه الزيت. تمام كده هوت. الكلام دوت هعمل له كل يوم بالليل. ماشي. وهعمل منه حمام زيت كل اسبوع. هعمله ازاي؟ هاخد حوالي معلقة زي كده، معلقة منه. ماشي. وهروح محطاها على كل فروة الراس، وافضل ادلك في كل فروة راسي، بس بدلك وانا قلبة شعري لقدام. مجرد بس وانت بتدلكي حتى لو من غير زيوت يا جماعة، وشعرك قلباه لقدام، ده بيساعد الشعر جدا 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 على تدفق الدم، والبصيلة بتبدأ تشرب، وبتبدأ الشعراية فعلا تستفيد، وتبدأ ان هي تطول. فطبعا ان شاء الله بإذن الله زي ما انتوا هتعملوا انا برضه هجرب مع ولادي، وان شاء الله باذن الله هتستفادوا، لان انا شفت ناس بعينيا كده هو جربوا الوصفه دي ونفعت معاهم، وبسم الله ما شاء الله شعرهم طول وبقت الدنيا حلوه جدا. فدلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب الغطا كده. طبعا ده مالكوش دعوه بالبطرمان، انا جبت المهم بطرمان ازاز عندي. تمام. هتجيبي اكياس سمره كده، هتحطي في اول كيس وهتقفلي، فما نتاكد من قفل البطرمان. ايوه. بعد كده هتقفلي الكيس كده اهو، تربطيه ربطتين كده، واحده تاني، وهنجيب كيس كمان كده وهنربطه. وبعد كده هتشيليه زي ما قلت لك 15 يوم في مكان ضلمه. وبعد كده تبداي تستخدميه زي ما انا قلت لك كده. حمام كريم هيبقى كل اسبوع، حمام زيت سوري هيبقى كل اسبوع، والتدليك في الفراغات او عشان البيبي هير يطلع في شعرك كل يوم بالليل. تدلكي كده لغايه لما المكان يحرقك. تمام. وخلاص، هي دي الوصفه بتاعتنا النهارده. يا رب الكل يستفاد منها، وان شاء الله هتفيد اي حد فعلا شعره ضعيف او ما بيطولش بسرعه او عنده فراغات. ويا رب تكون الكل استفاد من الوصفه. ومع الف سلامه، وقابلكم في فيديو جديد.